الله الرحمن الرحيم. اهلا ابنائي طلبه وطالبات الصف الخامس الابتدائي. النهارده وصلنا للدرس 4 والدرس 5 اللي هم بيتكلموا عن جمع الكسور الاعتياديه وطرح الكسور الاعتياديه بس في المقامات الغير متحده او كسور اعتياديه غير متحده المقام. يا رب تكون الدروس لحد دلوقتي ماشيه كويسه معاكم باذن الله. الدروس كلها تبقى جميله، بس نتابع مع بعض واحده واحده ونتابع كل فيديو من اوله لاخره عشان نشوف كل الافكار، لان اوقات كتير بيكون الافكار اللي في نهايه الفيديو بتكون تقيله شويه عن اللي في اوله، بنمشي من السهل للصعب. اول مثال معايا هنا بيقول لي 2 على 3 زائد 1 على 6 بيساوي. انا دلوقتي هاخد معاكم يعني اكتر من طريقه، 3 طرق مثلا عشان اوحد بها المقامات، ماشي؟ فانا اول طريقه معايا دايما اروح ابص على المقامين اللي عندي، هما زي بعض ولا لا؟ يعني هل الثلاثه دي 3 ودي 6؟ لا، هما مش نفس المقام. بس طب فين الصغير؟ الصغير 3. هل اعرف اخلي ال3 دي 6؟ ايوه. لو عملت فيها ايه بقى؟ لو رحت ضربت ال3 دي في 2 بقت كده 6. يبقى المقامات كده عندي بقت متوحده. بس انا طالما ضربت في المقام في 2 يبقى لازم اروح اضرب البسط هو كمان في 2 عشان ما اغيرش قيمه الكسر. تمام؟ يبقى انا اول طريقه عندي هروح ابص على المقام الصغير، لو ينفع اخليه زي المقام الكبير يبقى كده سهله جدا. هشتغل في الكسر ده بس ان انا اخلي المقام زي التاني واجمع بعد كده على طول. طب هيبقى ايه الحكايه؟ هنقول 3 في 2 ب6، ماشي؟ هنا بقت 6 والمقام التاني طبعا زي ما هو 6 والناتج هيكون مقامه برضو 6. طب 3 في 2 ب6، يبقى انا طالما ضربت تحت في 2 فانا بضرب فوق كمان في 2. 2 في 2 ب4 وده زي ما هو لان كان مقامه 6، انا ما اشتغلتش فيه، ما عملتش فيه حاجه. بعد كده مقامي 6 لان احنا قلنا بنوحد المقامات ليه؟ عشان نحط المقام زي ما هو والجمع او الطرح بيكون فين؟ في البسط. خلاص 4 زائد 1 5، يعني الناتج طلع 5 على 6. سهله جدا. طب لو في الطرح نفس الحكايه بالظبط، اهم حاجه عندي ان المقامات تكون زي بعض. هل ال4 هي ال8؟ لا. طب هل انا ينفع اخلي ال4 دي 8؟ لو انا رحت ضربتها في 2 بقت 8، وطالما ضربت في المقام في 2 فانا لازم اروح اضرب له البسط هو كمان في 2. يبقى انا اول طريقه معايا لو المقام الصغير اقدر اخليه زي الكبير يبقى حلو قوي، يبقى انا كده وحدت المقامين بشغلي في كسر واحد بس مش في الكسرين. طيب 2 في 4 ب8 المقام الجديد، طبعا المقام التاني برضو 8 زي ما هو، والمقام اللي في الناتج برضو 8 زي ما هو. الجمع والطرح في البسط بس اللي هو فوق، ملناش دعوه بالمقام اللي تحت، ملوش دعوه بالجمع والطرح، هو بس كل حكايته ان انا لازم اوحده واخليه متحد وخلاص. طب انا ضربت تحت في 2 فالاربعه بقت 8 والثلاثه هتتضرب فوق في 2 تبقى 6، وهنا الواحد على 8 زي ما هي لان احنا ما عملناش حاجه في المقام، فبنحط الكسر كله زي ما هو. المقام 8، الطرح فوق في البسط 6 ناقص 1 5، يعني بننزل المقام زي ما هو والطرح فوق في البسط او الجمع فوق في البسط. ماشي؟ نشوف امثله تانية. هنا برضو المقامات مش متحده، دي 3 ودي 9، بس انا اقدر اخلي ال3 9 بان انا اضربها في 3 وبالتالي هضرب فوق هنا في البسط في 3. ماشي؟ هنقول 3 على 9 زي ما هي اهي، زائد 1 في 3 ب3 و3 في 3 ب9 برضو، وكده كده الناتج لازم يكون مقامه 9. هنقول 3 زائد 3 ادتنا 6 على 9. هل دي لها اختصار او تبسيط؟ ايوه. انا كنت عامله فيديو صغير عن التبسيط بتاع الكسور نازل برضو على القناه، مناسب لسنه 4 وسنه 5 عشان ايه اللي مش فاهم تبسيط الكسور قوي يفهموا فيديو 6 دقايق بس او 5 دقايق. هنقول 6 هنا وال9 يقبلوا الاسم على ال3، هقسم فوق على 3 وهقسم تحت على 3 لان ال6 وال9 من مضاعفات ال3. 6 على 3 فيها 2 و9 على 3 فيها 3، ادتنا الناتج 2 على 3. طب هنا ال3 ممكن اخليها 12 بان انا اضربها في 4 وبالتالي هضرب فوق في 4. المقامات الجديده اهي 12، هنا برضو 12 والناتج هيكون مقامه ايه؟ 12. تمام؟ طب ده 8 زي ما هو لان المقام زي ما هو اهو. ده بقى 4 في 1 ب4. طب نطرح بقى 8 ناقص 4 كام؟ 8 ناقص 4 4. 4 على 12 ينفع نختصرها؟ هتقولي ده زوجي وده زوجي نقسم على 2. لا، بس بص دايما على الصغيره. الاربعه دي الصغيره، هل ال12 تبقى الاسم على الاربعه؟ ايوه. انا لو قسمت الاربعه على نفسها هتنفع، وهنا اقسم 12 على 4 هتدينا ايه؟ 4 على 4 فيها الواحد و12 على 4 فيها 3. لازم تشوف فيديو التبسيط، هو فيديو صغير 5 دقايق بس هيسهل عليك اختصار الكسور الاعتياديه او تبسيطها. بعد كده
طريقة تانية بقى غير الطريقة بتاعت الاتنين هنا مش تقدر تخليها 3، مش الاتنين هنا الصغيرة، ايوه انت مش هتقدر تخليها 3. ففي طريقة اللي انا هشرحها دلوقتي بتنفع مع كل يعني الكسور الاعتيادية. ايه الطريقة دي؟ الطريقة دي اسمها المقص. انت دلوقتي هتضرب الاتنين في 3. احنا كنا واخدين قبل كده لما اجي اوحد مقامات ولو لقيت المقامين العددين اللي في المقام اعداد اولية، فالاحسن حاجة ان احنا نضربهم في بعض. تمام، 2 في 3 فبيبقى المقام الجديد هنا ايه 6 وهنا 6 والمقام اللي هنا 6. طب الاتنين دي اتضربت في 3 صح؟ الاتنين دي اتضربت في ايه؟ في 3، والتلاتة دي اتضربت في ايه؟ في الاتنين. طب يبقى انت المفروض تطلع على البسط ده تضربه في 3 وتطلع على البسط اللي فوق ده تضربه في 2. طب احنا بنقول الطريقة دي اسمها طريقة المقص، اللي هي ازاي؟ انت دلوقتي همسح لك ده خالص اهو، دي اتضربت في انت دلوقتي اهو ضربت المقامين في بعض. تعالى بقى على ده كده، تعالى على ده، الواحد هنا تضربها في 3، ده مقص اهو، ده يبقى 1 في 3 ب3، ده للكسر الاولاني. الكسر التاني 1 في 2 ب2، ده للكسر التاني. تمام، يبقى انت فعلا انت كده ضرب هنا في 3 ما هو مقص اهو. فانت بتعملها زي المقص كده، بتعمل دول في بعض وبعدين تعمل مقص. المقص ده كده للكسر الاولاني والمقص التاني ده كده للكسر التاني. وهتقول 3 زائد 2 يبقى 5 على 6. تعالى طريقة المقص دي بقى تنفع لك في اي، حتى اللي فاتوا اللي كنا بنخلي المقام الصغير زي الكبير، بس انا بقول لك الطرق كلها عشان تبقى شاطر وفاهم وتعرف ايه اسهل طريقة تقدر تستخدمها لكل مسألة. انت هتيجي هنا هتضرب لي 3 في 5، ها بقى المقامات الجديدة ايه 15 وهنا ناقص وهنا 15. نعمل بقى المقص 3 في 3 9، بتروح على الاولاني اهو، في الاولاني حطيت هنا والتاني اهو 1 في 5 ب5. طبعا المقام الجديد برضو 15، 9 ناقص 5 4، يبقى ادالنا لنا ايه 4 على 15. اللي بعدها برضو هنعمل مقص ماشي، لان الخمسة انت ما تعرفش تخليها 6 ماشي، فهنضربهم في بعض اهو. 5 في 6 ب30، 5 في 6 بايه 30، مقامات الجديدة 30 اهي، وده جمع ودي 30 اهي، ونقول يساوي. وبعدين 1 في 5 ب5، 3 في 6 بكام 18 ماشي. هنحط المقام 30 ونقول 5 زائد 18 يديلنا كام 23، يديلنا 23 على 30. نفس الشيء هنا هنعمل مقص 5 في 7 ب35. لازم بقى تكون حافظ جدول الضرب عشان هو اللي يسهل لك كل حاجة. وهنا 35 والناتج برضو هيكون مقام بتاعه 35. وبعدين هتروح اهو 3 في 7 ب21. اعرف انت ماشي بأنه ترتيب، روح على الاولانيه ده هي الاول. 3 في 7 ب21، 2 في 5 ب10. اطرح بقى 21 ناقص 10 هيدينا 11، ادت لنا 11 على 35. نشوف واحده كمان جمع برضو، والتلاتة ما اقدرش اخليها 7 فانا هضربهم في بعض. طريقه المقص 3 في 7 ب21 وفي زائد، وطبعا المقام التاني 21 والمقام اللي في الناتج 21. اعمل مقص 2 في 3 ب6، 1 في 7 ب7. جمع بقى 6 و7 كام 6 و7 13 ماشي، مفيش تبسيط هنا ولا حاجة. نفس الحكاية المقص 3 في 8 ب24، يبقى المقام التاني هنا 24. دايما حط العلامة بتاعتك ناقص ناقص زائد زائد، تحطها زي ما هي عندك. وهنا المقام اللي في الناتج هيبقى 24. اعمل بقى المقص، هتقول 7 في 3 بكام ب21، 1 في 8 بكام ب8. اطرح بقى 21 ناقص 8 هيديلنا كام 14. 21 ناقص 8 هيديلنا 14. 14 و24 يقبلوا القسمة على الاتنين عشان دي اعداد زوجية. هنا على الاتنين على الاتنين دي اعداد ايه زوجية. 14 على 2 فيها ال7، 24 على 2 فيها ال12، يبقى الناتج النهائي 7 على 12 ماشي. نشوف كمان برضو المقص عشان هو يمشي في كل الطرق. وممكن نعمل طريقة تانية غير المقص على فكرة، ممكن نعمل طريقة المضاعفات. انت دلوقتي 4 و6 بدل ما تضربهم في بعض 24 ممكن نعملها بالمقص وممكن نعملها بطريقة تانية. تعالى نعملها بالطريقة التانية المرة دي. تعالى على ال6 اللي هي الكبيرة وضعيفها، لو ضربتها في 2 هتديلك كام 12. لما تضرب ال6 في 2 هتديلك ايه 12. هل اعرف اخلي ال4 دي 12؟ بان انا اضربها في كام في 3.
3 في 4 ب12. يبقى انا لو ضربت ال6 في 2 بقت 12، وضربت ال4 في 3 بقت 12. يبقى انا هنا خليت المقام ده 12 والمقام ده 12. بس فكر، انت ضربت هنا في 3 يبقى تضرب له فوق في 3، وانت ضربت هنا في 2 يبقى تضرب له فوق في 2. 1 في 2 ب2. تمام. واقول له يساوي، واحط المقام الجديد اللي هو 12 و3 زائد 2 5. 5 على 12. لو كنا عملناها بالمقص برضو كانت هتمشي، مفيش اي مشاكل. ماشي. طب هنا نعمل بالمقص ولا نعمل ازاي؟ تعالى برضو على 8. 8 دي لما تضربها في 2 هتدي لك كام؟ 16. لا ال16 مش هعرف اخلي ال6 16، مفيش 6 في حاجه تدينا 16. طب خلاص نضرب في 3. نضرب في 3. 3 في 8 ب24. اعرف اخلي ال6 دي 24؟ لو ان انا ضربتها في 4 هتدينا 4 و20. يبقى المقامات الجديده عندي 24 و24، وطبعا الناتج مقامه برضو 24. ماشي. هنا اتضربت في 4 يبقى اضرب لها الاتنين دي في 4 هتدينا 8. ال8 دي اتضربت في 3 يبقى اضرب لها الواحد ده في 3 هيدينا 3. دي الطريقه الثالثه في توحيد المقامات، اللي بتاعه المضاعفات بقى، ان انا بجيب مضاعفات الاعداد. 8 ناقص 3 كام؟ 5. 5 على 24. ملهاش تبسيط او اختصار. ماشي. بيقول لي اوجد ناتج ميل، جايب لي 3 كسور وعايزني اجيب الناتج بتاعه. تعالى كده على المقام الكبير هنا 12. انت 12. تعالى كده الاربعه دي اعرف اخليها 12. الاربعه ممكن اخليها 12 لو ضربتها في 3. صح كده. طب ال3 دي اعرف اخليها 12 لو ضربتها في 4. يعني انا اعرف اخلي ال3 مقامات دول كلهم 12. طب الاولانيه ال3 ضربتها في 4 بقت 12، يبقى اضرب لها الواحد ده برضو في 4 زي ما ضربت تحت في 4. 1 في 4 بايه؟ ب4. زائد الاربعه دي انا ضربتها في 3 فبقت 12، يبقى المفروض اضرب الاثنين اللي فوق دي في 3 برضو. 2 في 3 ب6. زائد دي 12 زي ما هي، خلاص هحط لها البسط بتاعها زي ما هو. اجي اجمع، بحط المقام واجمع فوق. نمشي بالترتيب. 4 زائد 6 10 و5 15. طب ال15 وال12 ممكن ابسطهم. ال15 وال12 من مضاعفات ال3 يبقى له الاسم على 3. فانا لو قسمت ال15 على 3 وال12 على 3 هنقول يساوي 15 على 3 فيها ال5 و12 على 3 فيها 4. طب ده كده كسر حقيقي ولا غير حقيقي اصلا؟ ده 5 على 4. ال5 اكبر من ال4، يبقى انا المفروض اخد من ال5 دي 4 وهتبقى 4 على 4 فيها 1، واتبقى لي بعد ما خدت من ال5 4 اتبقى لي 1 على ال4. تمام. وكان ممكن نعملها برضو من هنا 15 على 12 ناخد منها 12 تبقى 12 على 12 1، ويتبقى لي 3 على 12 اللي هي ربع برضو هنختصرها، بس اختصار كده احسن. يعني 5 على 4 ده كسر غير حقيقي. ليه غير حقيقي؟ لان البسط اكبر من المقام، فمش هينفع احطه كده، هو كده اسمه صورة كسرية. فانا خدت من ال5 4، قلت 4 على 4 ب1. بعد ما خدت من ال5 4 اتبقى لي منها ايه؟ نقصت منها 4 خلاص هيتبقى لي منها 1، يبقى الواحد على المقام اللي هو 4. نشوف مسائل تانية. دي مسائل ايه؟ اتقل شوية، موجودة في سلاح التلميذ. هنا المقامات اكبر مقام معايا 8. هل الاربعة اقدر اخليها 8؟ لو ضربتها في 2. هل التلاتة اقدر اخليها 8؟ لا، مش هعرف اخليها 8 ابدا. طب نعمل ايه؟ ال8 دي مثلا لو رحت ضاعفتها ضربتها في 2 هتبقى كام؟ 16. هل الاربعة اعرف اخليها 16؟ بس التلاتة هتعرف تخليها 16؟ لا مش هتعرف، يبقى برضو مش هينفع الضرب في 2. طب نضرب في 3 مثلا. لو ضربت ال8 في 3 هتديني 24. انا باجي على الكبير واضاعف فيه، اقعد اضاعف فيه عشان بجيب المضاعف المشترك، يعني يكون ليهم هما التلاتة. طيب دي بقت 24. اعرف اخلي الاربعة 24؟ لو ضربتها في 6. اعرف اخلي التلاتة 24؟ لو ضربتها في 8. 3 في 8 بايه؟ ب24. خلاص يبقى انا المقام الجديد اللي ينفع معايا هو ايه؟ 24. خلاص هناخد المقام الجديد معانا اهو. هنا 24 وهنا 24 وهنا 24. طب التلاتة عشان تبقى 24 اتضربت في 8 يبقى اضرب لها البسط بتاعها في 8 برضه. 1 في 8 ب8. الاربعة دي عشان تبقى 24 اتضربت في 6 يبقى اضرب لها البسط بتاعها في 6 برضه. 1 في 6 ب6. ال8 عشان تبقى 24 اتضربت في 3 يبقى اضرب لها البسط بتاعها في 3 برضه 9. يبقى المقام الجديد بتاعي 24. نجمع بقى 8 و6 14. 14 و9 يبقى
وعشرين، يبقى 23 على 24 ده كسر خلاص حقيقي لان البسط اقل من المقام ومالوش اختصار. نشوف مسألة كمان. بيقول لي 1 زائد 3 على 10 زائد 2 على 3. عندك عدد صحيح وعندك كسور، والكسور مقاماتها مش متوحدة، مقاماتها ايه؟ مش متوحدة، وما اقدرش اخلي ال3 10، ما اقدرش اخلي ال3 10، فانا هشتغل هنا بالطريقة اللي هي بتاعة المقص، الطريقة بتاعة الايه؟ المقص. لحظة كده، سيب ده دلوقتي هقولك نعمل فيه ايه. طيب 3 في 10 30، وفينا زائد حط 30 برضو المقام التاني، ماشي. 3 في 3 9، 2 في 10 20. طب الواحد ده هوت، مش انت واخد المقامات الجديدة 30؟ الواحد ده يا عم اعمله له 30 على 30. تمام. ما هو الوقت انت عايز الواحد تخليه برضو في صورة كسر زي الكسور التانية عشان تعرف تجمع، ماشي. فانت دلوقتي خليه برضو كسر له بسط ومقام، بس هنختار المقام اللي احنا موحدين بيه، فهيبقى 30 على 30 اهو. دي اسهل طريقة. في طرق تانية للحل. هحط المقام اللي هو 30 وهقول 30 زائد 9 39 زائد 20 يبقى كام؟ 39 و20 يبقى 59. بس ده كسر غير حقيقي. ليه؟ لان البسط اكبر من المقام. فانا هاخد من ال59 دول هنقص منهم 30. لما اخد منهم 59 ناقص 30 هاخد منهم 30 عشان يبقى 30 على 30 بواحد، ماشي. خدت منهم 30. بعد ال59 لما خدت منها 30، 59 ناقص 30 هيتبقى لي 29 على 30. كان ممكن اخد الواحد واجمع دول مع بعض ويدونا، بس يعني انا قلت الطريقة دي عشان تنفع لو بطرح وانا محتاجاها وكده. فهي 1 و29 على 30. يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ انا ممكن ما كنتش عملت الواحد ده كده وكنت جمعت اهو 9 زائد 20، ممكن كنت اجمع دول واسيب الواحد زي ما هو كده عادي اهو، ادي الواحد اهو. بس يكون اوقات مش هينفع واوقات هينفع الطريقة دي. جمع هنا بقى كده، هنقول 1 زائد حط المقام 30 و9 زائد 20 يبقى 29 على 30، يعني هتدينا 1 و29 على 30. يبقى انا عملتها بطريقتين اهو، خليت الواحد 30 على 30 مرة، ماشي، او خدت واحد صح زي ما هو. بس لما جيت لقيت الناتج هنا كان 59 على 30، فانا خدت من ال59 دول 30 على 30 بواحد، اتبقى من ال59 29 على 30. طيب نشوف مسائل تانية. هنا واحد البدل في طرح يبقى لازم تحوله بقى لكسر اعتيادي، عشان انت ما هتحتاج جدا ان انت تطرح، ماشي. فهنا دلوقتي اوحد المقامات دي ازاي؟ انت ال3 تقدر تخليها 9 بانك تضربها في 3. ما انت خليك لماح كده، ما تروحش تعمل مقص على طول. ال3 اقدر اخليها 9 لو انا ضربتها في 3، ماشي. وانا طالما ضربت تحت في 3 اضرب فوق في 3، ماشي. يبقى هنا دي 2 على 9 ناقص 3 في 3 9 والواحد في 3 3. طب الواحد ده احنا خدنا المقامات 9، الواحد يبقى 9 على 9 زي المقامات اللي انا موحدها عندي، ماشي. طيب وهقول يساوي، امشي بقى بالترتيب، مفيش اقواس ولا في حاجه، انت تمشي بالترتيب. هتحط لي المقام ايه؟ 9، واطرح بقى 9 ناقص 2 7، 7 ناقص 3 4. امشي بالترتيب وانت بتطرح، يبقى 4 على 9. طيب هنا برضو في طرح، خلاص هنحول الواحد ده الكسر، بس اما نشوف الكسور دي هتكون مقاماتها ايه. الاربعة ما اقدرش اخليها 5، فهنشتغل مقص. 5 في 4 ب20، المقامات الجديدة ايه؟ 20، وفي طرح اهو. امشي بقى بالمقص. 1 في 5 ب5، 1 في 4 ب4. يبقى انت عندك وحدت المقامات وبقت المقامات 20، يبقى خلي لهم الواحد ده 20 على 20. 20 على ايه؟ 20. حط المقام 20 واشتغل. 20 ناقص 5 15، 15 ناقص 4 11، يعني ادتنا 11 على 20. عادي بتطرح الثلاثة من بعض مفيش مشاكل. نشوف جزء تاني. 2. طب نوحد المقامات الاول. انت عندك عدد صحيح وعندك كسور اعتياديه بتطرحها من بعضها، يبقى انا اوحد المقامات الاول برضو بطريقه المقص. 2 في 7 ب14، يبقى المقامات الجديده ايه؟ 14 14. طب المقص تعالى هنا كده، 3 في 2 ب6 و1 في 7 ب7. طبعا بينهم وبين بعض طرح. انت عندك المقامات الجديده 14، بس ده 2 مش 1، ده 2 مش 1. انت عايز المقام بتاعك يبقى 14. خد ال14 ده اهي اضربها في 2، ماشي. 2 في 4 ب8، 2 في 1 ب2. ال14 في 2 تبقى 28 على 28 على 14.
عشان هتدينا ايه 2. انت لو جيت تقسم 28 على 14 تديك 2. طب لو كان هنا 3 كنت هتضرب ال3 في 14 المقام اللي هو المتوحد بتاعك ده، وهيديلك الرقم اللي هو ينفع. ماشي، هنقول يساوي، هنحط المقام اللي هو 14. ماشي، يبقى الاتنين الصحيح دي عشان اعرف هي تبقى كام على المقام اللي هو 14 انا ضربتها في المقام اللي احنا موحدينه. لو كانت دي 3 كنت هتضرب 3 في 14. لو كانت 5 كنت هتضرب 5 في 14. ماشي، اطرح بقى 28 لما اخد منها 6 هيتبقى لي 22. لما اخد من ال 22 7 هيتبقى لي 15. 15 على 14 ده هو كسر غير حقيقي لان ال 15 اكبر من ال 14. طب انا اخد من ال 15 14. 14 على 14 خدت انا من ال 15 هطرح منها 14 اهو. ماشي، خدت منها 14. بلاش نكتب هنا، انا اخد منها 14 تبقى 14 على 14 بواحد. بعد ما خدت 14 من 15 اتبقى لي فيها واحد على المقام اللي عندي اللي هو 14. يبقى عدد وكسر، عدد كسري. ماشي، طيب بيقول لي بقى ايه جزئيه جديده. بيقول لي هو الدرس طويل شويه عشان هما درسين مع بعض بس لازم تشوف كل حاجه يعني. هنا بيقول لي ايه قدر المجموع او الفرق في المسائل التاليه. لو تفتكر احنا كنا قلنا الكسور الاعتياديه لها 3 حاجات مرجعيه بنقربها ليها، يا اما الكسر يكون قريب من الصفر، يا اما يكون قريب من النص، يا اما يكون قريب من الواحد الصحيح. يعني الكسر يا اقرب للصفر لو كان مثلا خمس مثلا، الواحد هنا قريب للصفر. لكن لو كان 3 على 5 اقرب للنص، لان انت عندك ال3 يعني نص ال5 2.5، وال3 يعني اكبر من ال2.5 حاجة بسيطة. ولو كان مثلا 4 على 5 لا هو كده قريب من 5 على 5 اللي هي بواحد، فكنا هنقربه للواحد الصحيح. ماشي، ده احنا قلناه قبل كده في دروس قبل كده، فلازم تكون الدروس متشافة كلها بالترتيب لانه كله يعني ايه مرتبط ببعض. ماشي، فاحنا هنا هنقول ايه انت دلوقتي الخمس ده اقرب لايه للصفر لان الواحد صغير عن نص ال5 اللي هو 2.5، اقرب للصفر على 5 من 2.5 على 5. ماشي، طيب زائد ال5 على 6 ده قريبة قوي من ال6 على 6، قريبة من المقام. ال5 قريبة من المقام يعني قريبة للواحد. صفر زائد واحد ادالنا واحد، ده التقديري، ده الناتج التقديري. طب الفعلي بقى لازم اوحد المقامات. الناتج الفعلي هنوحد المقامات. هو كان عندك خمس زائد 5 على 6، هنوحدها نشتغل بقى عادي بالمقص والحاجات دي. تعالى كده لحظة نروح شوية في الوسع. هقول له ايه الفعل اهو. ماشي خلاص، تعالى 5 في 6 بكام؟ ب30. يبقى المقامات الجديدة 30 وهنا 30. ماشي، دي المقامات الجديدة. تمام، 30 و30. طيب هنا بقى اعمل 1 في 6 ب6، 5 في 5 25. جمع بقى الفعل، هتحط له المقام اللي هو 30 وتجمع 6 زائد 25 31. 31 على 30 هاخد منها 30، هاخد من 31 دي 30، يبقى 30 على 30 بواحد. واتبقى لي بعد ما خدت 30 من 31 يبقى اتبقى لي 1 على 30. 1 على 30 ده جزء صغير جدا، يبقى هو فعلا اقرب للواحد. يبقى الناتج الفعلي اللي هو 1 و1 على 30 قريب من الناتج التقديري، فهنقوله ان الناتج التقديري هنا ماله مقبول. مقبول ليه؟ لان قريب قوي من بعض. لكن لو كنت مثلا لقيتها 1.5 ودي 1 لا يبقى مش مقبول. ماشي، نشوف غيرها. برضو عايزنا اقدر الناتج اطلع له التقديري واشوف له بقى واقارنه بالفعل. طب 5 على 8، الخمسة هنا قريبة من ال4 على 8 لان ال8 نصها 4، 8 نصها ايه 4، فالخمسة قريبة من ال4 فهنقدر دي بنص. ناقص 3 على 5، نص ال5 2.5، ال3 قريبة من 2.5 هنقدرها برضو بنص. نص ناقص نص يدينا صفر. الناتج التقديري صفر. التقديري ايه صفر. هنشوف بقى الفعل ونقارنه بيه. ال5 على 8 يبقى انا لازم اوحد المقامات. هقول له 5 في 8 هنطلع المقامات الجديدة 40 وهنا كده 40، وبعدين 5 في 5 25، 8 في 3 24، واقول يساوي. نطرح بقى، حط له المقام 40 واطرح. 25 ناقص 24 1، ده 1 على 40 ده كسر صغير جدا يعني قريب برضو من الصفر، فالناتج الفعلي هنا ايه قريب قوي من التقديري. يبقى هقول له التقديري ماله مقبول. الناتج التقديري مقبول. ماشي، نشوف اللي بعده.
برضو هنقدر وبعدين نقارن بالناتج الفعلي. 3 على 8 قريبة من 4 على 8، ال4 نص ال8، فهنا هنقول نص، زائد 4 على 5 قريبة من 5 على 5، ال4 قريبة من المقام فنقول له اقرب لواحد، يبقى ادالنا ايه؟ نص زائد 1 يعني 1 ونص، 1 وايه ونص. بعد كده ده كده بنقول عليه الناتج الايه؟ التقديري، الناتج التقديري. نشوف بقى الفعلي. الفعلي هنقول 5 في 8 بايه؟ ب40. هنعمل بقى المقص، 5 في 8 ب40، 40 وهنا كده 40، والناتج برضو النهاية هيكون المقام 40. بعد كده نقول المقص بقى 3 في 5 15، 4 في 8 بكام؟ ب32. نجمع بقى، هنقول 5 زائد 2 7، 1 و3 4. طيب 47 على 40، هناخد من ال47 دول 40، 40 على 40 بواحد، ويتبقى لي 7 على 40. 7 على 40 ده هو ما حصلتش حتى 10 على 40. 10 على 40 ده تقوم شايل الصفر على الصفر يبقى ربع، يعني دول اقل، الواحد و7 على 40 ده اقل من 1 وربع. فهنقول له هنا ان الناتج الفعلي بعيد قوي عن التقديري، يبقى نقول له ان الناتج التقديري هنا ايه؟ التقديري ماله؟ غير مقبول. التقديري غير مقبول. ليه؟ لان انت عندك لو كانت قريبة من 20 على 40 يعني 21 على 40، ما هو نص ال40 20. لو كانت قريبة من 21 على 40 كنا قلنا قريبة من 1 ونص، لكن ده هي اقل من الربع اللي هو 10 على 40، يعني 1 و7 على 40 اقل من 1 و10 على 40، فبنقول ان التقديري غير مقبول. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. كان طويل شويه معلش، بس يا رب تكونوا فهمتوه. لو احتجتوا اي حاجه اكتبوها لي في التعليقات. هنحل برضو تدريبات الاضواء وتدريبات سلاح التلميذ وهننزلها على طول باذن الله. لو محتاجين اي حاجه بقى اكتبوها لنا في التعليقات. تابعونا كمان على صفحتنا على الفيسبوك متعة الرياضيات عشان تستفادوا اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.